وكمان حاجه، القبول او الرفض ده في ايد الجمهور، مش في ايد الاب او الممثل نفسه. الجمهور هو اللي قرر ان طالما في عمل نازل لمروان حامد اكيد هو هيبقى حلو عشان هو مخرج جامد ومخرج كبير، مش عشان هو ابن الكاتب وحيد حامد. وان في عمل نازل لكريم عبد العزيز اكيد هيبقى كويس عشان هو ممثل كبير، مش عشان ابن المخرج محمد عبد العزيز. الجمهور العامل الاساسي في كل شيء، العامل الاساسي في نجاح الشيء او فشله، طلوع بالعمل للسماء او النزول بيه لسبع ارض. وبرضه الجمهور هو اللي يقول على حد في العمل اللي مش عاجبهم ده، مع ان العمل ده فعلا بينتقدوه، ان كان في نجم عاجبهم وانه فعلا نجم كبير، في عز التريقه والنقد على العمل. فما تخليش حد يستهين بيك ويقول لك ان ابناء الممثلين كلهم ما يعرفوش يمثلوا. ممكن تكون الواسطه اديتهم فرصه افضل من الاشخاص لسه في بدايتهم. وده اللي انا حبيت اقوله في اول، ان في الكوره ده ادى لتدهور الكوره، فممكن ده يؤدي لتدهور السينما برضه مع الوقت. بس ده لا يقلل من موهبه ابناء الممثلين. وعايز اقول للممثلين الشبان اللي بيتفرجوا علينا ده، لو بيتفرجوا يعني كمل سعي وما تفقدش شغفك، ربك هو اللي بيرزق كل واحد. ممكن في عمل في ابن ممثل وانت اللي تاخد الاشاده عشان موهبتك.